فترة الكريسماس سنة 2012 باتريشا جودبند اللي عندها 76 سنة اختفت من غير أي أثر. عادة أي شخص لما بيتبلغ عنه إن هو مفقود أول كام ساعة بتبقى اللي هي الساعات الحاسمة، ولكن للأسف في التحقيق ده وفي القضية دي مش هيبقى عند البوليس الرفاهية إنه يبقى عندهم البلاغ في أول كام ساعة. باتريشا هتبقى معروفة في القضية دي باسم بات. شريك بات قال وهو بيكلم البوليس إن هو آخر مرة شافها لما هو وصلها وكان بينزلها عند محطة القطر لأن هي قررت إنها تزور واحدة صاحبتها في الشمال. أصلا في الوقت ده لما كانوا بيتكلموا مع بنتها بتقول إن أمها تروح رحلة لوحدها من غير ما تقول لأي حد، وكمان إنها تذكر اسم الشخص اللي رايحة له ده حاجة غريبة جدا وحاجة مش منطقية بالنسبة لمامتها. المحققين في الفترة دي كانوا بيستجوبوا كل الناس القريبين لبات، ولكن مش كل حاجة زي ما هي كانت باينة. الناس اللي البوليس كان فاكر إن هو بيساعدهم إن هو فعلا بيقول الحقيقة طلعوا كلهم بيكذبوا. دلوقتي عند البوليس مهمة إن هو يشوف الكذب من الحقيقة. في الوقت ده المباحث كانت بتدور على أي دليل يقول فين بات، وخصوصا المذكرات بتاعتها، ولكن هيجيلهم الطرف الدليل من مكان ما يتوقعوش خالص. والشخص اللي خطط الموضوع ده كله كان فاكر إن هو مخطط ومؤسس ومستعد إن هو يضحك على البوليس، ولكن ما كانش يعرف إن البوليس قافش الموضوع ده كله. القضية دي كلها بتبدأ في منطقة آيلسبري، بالتحديد في ريف باكنغهام هامشير. هي عبارة عن منطقة فيها قرى صغيرة والمكان المناسب اللي انت تربي فيه وتأسس فيه عيلة وأسرة. وهنا بنتعرف على باتريشيا جودمان اللي عندها في الوقت ده 76 سنة، واللي هي قضت طول حياتها في آيلسبري. وفي سنة 1986 كانت لسه باتريشيا منفصلة جديد وعايشة في بيتها الخاص بتاعها. وفي الوقت ده كانت شغالة في شركة لتجارة مواد البناء وهي هناك كانت المديرة، فكانت يا إما بتشتغل في المحل اللي عندهم يا إما كانت بتشتغل بره في ساحة البناء. في الوقت ده اتعرفت على واحد اسمه كريستوفر سيمونز واللي كان شغال ساعتها سواق مقطورة جوه المنطقة دي. الطريقة اللي هما اتقابلوا بيها هي كانت شغالة. في الوقت ده كريس كان دايما بيروح ويودي طلبات ويوصلها. هما الاتنين اتعرفوا في الشركة دي وابتدوا ان هما يبقوا قريبين لبعض اكتر ويبقوا بيست فريندز. وفي نفس السنة دي جت فكرة لبات، قالت له ايه رأيك انا افتح شركة صغيرة او شركة نقل صغيرة وانت تشتغل فيها معايا، تبقى شريك معايا وكمان تساعدني في نقل الطلبات، ولكن هتبقى الشركات القليلة والشركات الصغيرة عشان نحاول واحدة واحدة ان احنا نتعرف في المنطقة. وهنا بالفعل كريس وافق، واول ما بقت اسست الشركة هي كانت كويسة جدا انها بتدير والحسابات وكل حاجة، وكانت عايزة كريس هو اللي يوصل، فهي كانت بتدير الحسابات والفلوس واللي داخل واللي طالع، وكريس هو اللي كان بيوصل لها كل حاجة داخلة وطالعة. وفي الوقت ده كريس كان عايش في بيت اسمه أكمان هاوس. هو كان البيت كبير وعنده مساحة كبيرة جدا من الأرض عبارة عن 5 فدان، وكمان كان في مساحة معمولة أصلا ومجهزة إنها تبقى مكتب. فهنا المكان ده كان مثالي جدا إن هم يديروا منه المكتب والشغل الجديد. بس في الوقت ده كريس كان بيعاني من حالة مرضية في معدته، فقرر إن هو يبيع الأكمان بالاس ده علشان ينقل لمكان قريب للمستشفى عشان يقدر يروح ويجي على المستشفى ويبقى أسهل له. فطبعا لما قرر إن هو يبيعه بات عرضت عليه إن هي تشتري البيت وهو يكمل هناك إن هو يشتغل معاها فيه. بجانب بقى إن هما شركاء في الشغل، بات ما كانتش عندها أصحاب كتير جدا، وهي وكريس كانوا قريبين من بعض كتير بجد، يعني قريبين من بعض جدا لدرجة علاقتهم بيست فريند. وبتوصف سام بنتها لبات إن هي ما كانتش بتحب تسافر في أي حتة لوحدها، ولو كانت بتروح في حتة كانت دايما بتاخد كريس معاها. هنا ابتدوا إن هم يتعرفوا أكتر على كريس، وكريس ساعتها في الوقت ده قال لهم إن هو كان متجوز وللأسف مراته ماتت، وكمان كان عنده 3 أطفال وهم كمان للأسف ميتين. ولكن كل الناس من بره كانت بتشوف إن بات وكريس يبانوا إن هما في علاقة، حتى جيرانهم بيقولوا إن هما أكيد في علاقة عاطفية مع بعض. وواحدة من الجيران كانت بتقول إن هي أول لما نقلت هي وجوزها كانت دايما بتشوف إن هما دايما بيخرجوا مع بعض، بيمشوا الكلاب مع بعض وهي خارجة وهي طالعة مع كريس، فهنا افتكروا إن هما أصلا زوج وزوجة. كانوا دايما بيروحوا كمان بيشتغلوا في الجنينة مع بعض. هنا الجارة بتقول وبتوصف إن بات كانت عبارة عن الجارة المثالية، كانت في حالها على طول، وكانت دايما بات يا إما بتخبز وبتعزم جيرانها وأصحابها على الفطاير والحاجات اللي هي بتخبزها. وكمان كريس كان دايما بيروح يقعد مع زوج الجارة دي في الورشة بتاعته. مع الكلام واحدة واحدة اكتشفوا إن هو بات وكريس مش متجوزين، لأن دايما كريس كان بيتكلم على مراته وأولاده. وهنا تيقنوا بقى
إن ممكن علاقة كريس وبات تبقى علاقة أفير، يعني علاقة هو كريس عارفها يعني من ورا مراته. وهنا لما نقلت بات من بيتها لأكمان هاوس قررت إنها تأجر بيتها ده لصاحب كريس أو البيست فريند بتاع كريس، بوب. بوب تافت كان بيساعدهم دايما في الشغل، وكان بيعمل في الصيانة، وكان بياخد منهم كذا شغلانة كده بسيطة معاهم. ورغم إن بات كانت مشغولة في إدارة الشركة دي، إلا إنها قررت إنها تاخد وظيفة تانية عند زوجين دكتور ودكتورة، إن هي تنظفهم وتساعدهم في العيادة بتاعتهم. بيوصف الدكتور بات إن هي كانت دايما بتيجي 8:30، وساعات كانت بتيجي قبلها بدقيقة. بيوصفها إن هي creature of habit، كانت شخصية روتينية تماما. بيقول كمان إن هي كانت بتنظف كويس جدا، وكانوا بيثقوا فيها، وهي كانت شخصية كويسة، وكمان كانت بتحب الكلب بتاعهم، وكان عندهم أهم حاجة إن كمان الكلب يتقبلها. بات كانت شخصية بشوشة، وكانت دايما بتلاقيها بتضحك وبتتكلم وبترغي كتير، إلا إنها كانت حياتها الشخصية دايما قافلاها على نفسها، وفقط بتكلم وبتحكي وبتقول كل التفاصيل دي في المذكرات بتاعتها وبتكتبها كل يوم. يعني واحدة من الحاجات اللي كانت كاتباها أصلا ليوم من الأيام اللي هي عدت فيه 5 أكتوبر يوم الجمعة: النهاردة الجو مشمس جدا وحلو قوي وأنا مبسوطة أول ما صحيت من النوم. بتوصف كل تفصيلة للست بات دي اللي بتعدي عليها في يومها. وفي سنة 1997 بنتها لبات سام قابلت جوزها المستقبلي، وهنا قررت إنها تنقل من بيتها في الشمال ليوركشير ليه عشان تبقى جنب جوزها. بتوصف سام وتقول إن بات ما كانتش مبسوطة قوي إن هي راحت وانتقلت من عندها، وكانت بتقول إن هي عارفة إن مامتها كانت عايزاها دايما قريبة منها، وبما إنها راحت وبقت بعيدة قوي كان الموضوع صعب عليها. وبتحكي إن في مرة من المرات هي وكريس ساقوا المسافة دي كلها وراحوا زاروها في بيتها. وقالت كمان إن هي بالرغم إن هي مش قابلة زوجها لسام، إلا إنها حضرت فرحها في سنة 2001. وبتحكي سام وبتقول إن هي آخر مرة شافت مامتها فيها كانت سنة 2007. بتقول إن من ساعة شهر أكتوبر ده مامتها كانت بانت جدا إن هي مش عايزة أي حد يزورها، ولا هي حتى عايزة تزور حد. كمان انقطع الاتصال ما بينهم خالص، لدرجة إن هم كانوا بيتكلموا مرة كل أسبوع، لمرة كل شهر، لمرة كل 6 أو 7 شهور. هي بتقول أنا كنت مطمنة لأن هو كريس راجل كويس هياخد باله منها الماما، وأنا بين فترة وفترة كده هزورها وأشوفها. وفي سنة 2008 باتريشا قررت إنها تكتب نص البيت بتاع أكمان لكريس، واللي كان ساعتها عنده 59 سنة. وفي الوقت ده غيرت وصيتها وكتبت إن لو أي حاجة حصلت ليها أو أي حاجة في الدنيا هي ما بقتش موجودة، كل حاجة مدخراتها اللي هي عبارة عن 180 ألف جنيه استرليني وكمان البيت بتاع أكمان تروح كلها لكريس. بتحكي اصلا سامي وبتقول ان هي كانت مصدومه انه البيت ده بيت مامتها اللي هو اكمان هاوس. بتقول لي ان هو دايما بات كانت بتقول بيت كريس بيت كريس، كانت فاكره ان مامتها نقلت هناك وقررت انها تبني الشركه فقط في بيت كريس، فان هو مامتها اصلا مالكه للبيت ده ما كانتش عندها اي فكره فيها. وفي سنه 2012 هنا بدا القلق. سام جات لها مكالمه تليفون من كريس بيقول لها ان هو قلقان جدا على باتريشا، لأن هو ما شافهاش خالص وهي رايحة في أي حتة، وبيقول إن هي ممكن تكون سافرت من غير ما تقول لأي حد. بتحكي سام بالتفصيل وبتقول إن هو في أواخر الصيف جات لها مكالمة من سام وبيسألها بيقول لها إمتى آخر مرة كلمتي مامتك فيها قريب، لأن هو بيحاول يوصل لها ومش عارف، لأن هو راح البيت ولقى إنه موجود في بوست نوت كده بتقول إن هي سافرت للإيستر أو سافرت في عيد الفصح لمدة كام يوم ومحدش يكلمها. هنا حست إن في حاجة غريبة جدا، لأن مامتها ما بتسافرش وما بتروحش الحتة غير لما بتقول أو بتحكي لكريس. وهنا هو كان قلقان جدا وقال لها لو سمحتي كلميها شوفي هي موجودة فين لأن أنا مش عارف أوصل لها. طبعا سام مكذبتش الخبر، وهنا قررت إنها ترفع سماعة التليفون وتكلم مامتها. قال له يا ماما ازيك، انت فين، انت في البيت؟ قالت لها ايوه انا في البيت. ليه مش هبقى اصلا في البيت؟ لو سمحتوا كل الناس تبطل تتدخل في حياتي. وكانت غضبانه جدا في مكالمه التليفون. وفي اكتوبر سنه 2012 كريس ساعتها كان عنده 62 سنه. هنا حس بقلق كبير جدا على بات لان هي لما راحت السوبر ماركت بعربيتها رجعت من غير عربيتها. بيحكي كريس وبيقول ان هو كلم باتريشا وقال لها يا بنتي انت الصبح رحتي بالفان بتاعتنا، المفروض ان انت رحتي سوبر ماركت، انت دلوقتي رجعتي منين؟ قالت له انا رجعت بالاتوبيس. في ايه؟ قال لها يا بنتي انت واعيه على عقلك، انت المفروض رحتي الصبح بالفان، رحتي بالعربيه، ليه ما رجعتيش بالعربيه؟ قالت له انا ما رحتش بالعربيه، انا رحت ورجعت بالاتوبيس. هنا هو كان مستغرب انه ازاي شخص هو المفروض راح بالعربيه هو عارف ان هو راح مشوار بالعربيه يرجع تاني مواصلات، وحتى الشخص ده مش فاكر ان هو راح المكان ده بالعربيه بتاعته. ومع دخول فتره الكريسماس بقى الشغل في كمان هاوس هدي جدا تماما، وكان هنا موجود اجازه للكريسماس لمده اسبوعين. طبعا كل الناس عشان عارفه
إن بات مش هتروح أصلا لأي حد من عيلتها. فآخر مرة شافوها الساعة 8:30 ل 11:30 كانت في العيادة، وكانوا كلهم عارفين إن هي مش هتروح لأهلها وهتقضي الأسبوعين دول في بيتها لوحدها. أصلا آخر مرة شافها الدكتور قال لها شكرا جدا وميري كريسماس وأشوفك يوم 3 يناير. طبعا في الوقت ده لما الشغل هدي كريس حب إن هو يركز في حاجات تانية. في الوقت ده صاحبه بوب هو كان سايب شغله، فقرر إن هو يساعده ويديله مهام بسيطة جدا ويديله أجر عليها. وهنا كريس كلم بوب وقال له أنت ممكن تعمل لي خدمة؟ أنا عايزاك توصلني الصبح بدري لميلتون كيز، ممكن تعمل لي التوصيلة دي؟ وبالفعل هو المفروض كان ركب معاه. لما جه يوم السبت الصبح، هنا في الوقت ده بات كانت عمالة توزع هدايا الكريسماس بتاعتها على أصحابها، وكانت متأخرة، وكريس عمال يستعجلها ويقول لها يلا بسرعة عشان إحنا متأخرين. أصلا في الوقت ده أصحاب باتريشا كانوا بيقولوا إن وهي بتوزع لهم الهدايا كان بتقول لهم إن 2013 هتبقى دي السنة بتاعتها، هتبدأ تهتم بنفسها وتغير من نفسها ومن اللي حواليها. وللأسف أصحابها ما كانوش يعرفوا إن دي آخر مرة هيشوفوا فيها باتريشا. وفي يوم 3 يناير سنة 2013 المفروض هنا باتريشا كانت ترجع للشغل، ولكن لأول مرة ما تروحش الشغل، ودي كانت حاجة غريبة جدا عليها. الدكتور حس إن هو ممكن يكون في سوء تفاهم، هي ممكن تكون نسيت، فقرر إن هو ما يكلمهاش ويسيبها لحد ما تيجي لوحدها في الشغل. ممكن يا سيدي نسيت إن هي المفروض تيجي يوم 3. وبالفعل يوم 3 يناير يوم الخميس كريس كلم سام بنتها لباتريشا وقال لها اللي هو نزلها لباتريشا في محطة القطر، وقالت له إن هي هتسافر تشوف واحدة من صاحباتها. كمان قال إن هي بعتت له رسالة وقالت له إن هي ركبت القطر، المفروض إن هي كانت ترجع يوم 3 يناير. هو بيقول أنا مش عارف عندي اختلاط في الموعد ولا لأ، بس أنا عارف إن هي قالت لي هترجع في اليوم ده. بتفكر سام وبتقول إن هي ممكن تكون فعلا ليها علاقة بكلامها مع مامتها آخر مرة، لأن هي بتقول إن هي هتحط نفسها الأول وهتبتدي تهتم بنفسها. فقالت له خلينا نستنى للويكند، لو ما رجعتش ساعتها نكلمها ونشوف ايه الموضوع اللي بيحصل معاها. اصلا في نفس الوقت اللي كريس كان بيكلم فيه سام، الدكتور لقى ان باتريشا ما راحتش الشغل. فهنا قرروا بقى ان هو يكلموا واحد من الجيران ويروحوا له يقولوا له انت اخر مره شفت باتريشا امتى؟ قال لهم يا جماعه مش باتريشا من كام يوم سافرت مع كريس؟ وهنا الدكتور كان مصدوم جدا لانها عمرها في حياتها في الشغل ما جابت سيره او اسم واحد اسمه كريس. وهنا عدى 15 يوم من آخر مرة أي حد يشوف باتريشا. وبالرغم إن كريس كان بيقول إن هم متفقين مع بعض اللي هي تشوفه يوم 3 إلا إنها ما جاتش. هنا لما عدى يوم 7 يناير كلمها لكريس لسام وقال لها لو سمحتي أمك ما جاتش، إحنا مش عارفين هي فين ولا بتكلم مين، لو سمحت كلمي الشرطة وروحي قدمي بلاغ لشخص مفقود، لأن هو لازم البلاغ يقدمه شخص قريب جدا من الشخص المفقود ده. طبعا في الوقت ده كلمت سام الشرطة بسرعة. هنا واحد من الشرطة قال لها إنه أي حد في الدنيا ممكن يعمل بلاغ اختفاء لأي بني آدم هو يعرفه. فهنا سام كلمتهم ووصفت لهم مكان أكمان هاوس، وقالت لهم إن هم يروحوا ويتكلموا مع كريس لأن في مسافة كبيرة جدا ما بينها وبين البوليس. وهنا البوليس راح وقرر إن هو ياخد البيانات بقى للشخص المفقود ده من كريس. هنا كريس وصف للضابط إنه آخر مرة شافها لباتريشا يوم 22 ديسمبر. هو وبوب وصلوها ووصف لهم كانت لابسة إيه والشنطة اللي كانت بتجرها بالعجل لونها إيه، وكمان قال إن هي كانت معاها هدايا وكمان كان معاها ظرف فيه شوية كاش حلوين عبارة عن 1000 جنيه استرليني. كمان ورا البوليس الرسالة اللي هي بعتتها وبتشكره هو وبوب على التوصيلة. ورا لهم كمان الكريسماس كارد اللي مكتوبة بواحدة المفروض إن هي كانت بتكلمها اسمها سو، وهي اللي كانت رايحة تشوفها. قال لهم كمان إن هو يعرف سو دي بس لأن هو سمعهم كام مرة بيتكلموا مع بعض في التليفون. ولأن كريس مش الشخص الوحيد اللي شافها، فقرروا كمان إن هم يروحوا لبوب وياخدوا منه أقواله ويشوفوا هل الكلام ده صح ولا غلط. وهنا لما اتكلم معاهم ادالهم كل التفاصيل وقال لهم هي كانت لابسة إيه بالتفصيل جدا، لأن هي كانت لابسة لبس غير معتاد جدا تلبسه في الشغل. هنا البوليس كانوا مرتاحين لأنه شكلها باتريشا فعلا سافرت وتأخرت في الرجوع. ولكن للأسف لما عدى 18 يوم على اختفائها لباتريشا وما رجعتش، هنا البوليس وكل الناس ابتدت تقلق، وكانوا قلقانين ان لقطات الكاميرا او الCCTV يبقى متسجل عليها او اتمسحت من محطة القطر. لما راحوا البوليس وقرروا ان هم يشوفوا الكاميرات قلبوها كلها وما كانش فيه اي اثر لبات موجودة في محطة القطر. هنا ابتدى القلق ان هو يعلى اكتر. كمان راحوا على بيت أكمان هاوس بيتها وقرروا ان هم يفتشوا تفتيش عميق عشان يشوفوا هل في اي حاجة حصلت وحشة ليها هناك ولا لا،
ولكن ما كانش فيه أي علامات إن في حاجة موترة حصلت. كمان أخدوا كام حاجة كده عشان يفتشوا فيهم، منهم الكريسماس كارت اللي جات لها لباتريشا من صاحبتها اللي تسمى صاحبتها سو. المباحث في الوقت ده ما كانتش معاها أي خيوط ولا أي دلائل على مكان ولا الزمان اللي موجودة فيه باتريشا، ولكن في نهاية اليوم ده هيجيلهم خيط يغير مجرى التحقيق كله. في اليوم ده جالهم اتصال من بوب تافت صاحبهم لكريس وباتريشا، والمفروض إن هو وصلهم وقال لهم إن هو عايز يتكلم معاهم بخصوص الأقوال اللي هو قالها، لأن هو حاسس إن هو ما قالش الحقيقة الكاملة. طبعا أخدوه وتم استجوابه، وبالرغم إن هو قال لهم إن هو نزل باتريشا في المحطة، إلا إن هو قال لهم يا جماعة أنا كذبت عليكم، في اليوم ده أنا ما شفتش باتريشا أصلا. بوب بيحكي وبيقول إن كريس كلمه في اليوم ده وبيقول له أنا عايز منك خدمة، لو حد كلمك، لو حد قال لك أي حاجة، إحنا في اليوم ده وصلنا باتريشا لمحطة القطر، ولكن هم أصلا ما راحوش عند محطة القطر، هم عدوا من جنبها وأخدوا فان. كريس راح ساقها لوحده وكل واحد منهم راح في طريقه. قال لهم كمان عن أخبار تخوف أكتر، قال لهم إن قبلها بكام يوم كريس قال له إن هو معاه 10,000 جنيه استرليني وهو فلوس كده فايدة معاه، حابب إن هو يديهم لبوب، وإن بوب يقف على رجليه بالفلوس دي ويحاول إن هو يشتغل. وقال له كمان إن هو معاه شوية ذخيرة محتاج منهم إن هو يخبيها، ولكن بوب رفض الفلوس وقال له أنا مش عايز مساعدة منك، يعني أنا مش شحات، أنا صاحبك، أنا بساعدك، لو عملت لك أي شغلانة أنا ممكن أخد عليها أجر، ولكن مش هاخد فلوس من غير إن أنا أعمل شغل ليك. ولكن أخد الذخيرة وقرر إن هو يخبيها عنده كام يوم. هنا بقى دلوقتي لازم الشرطة تتكلم تاني مع كريس وتشوف إيه اللي هو قاله قصاد اللي قاله بوب، أنهي فيهم اللي صح. طبعا الشرطة ضحكت عليه وقالت له إن هو وبوب يجوا يمضوا على الأقوال اللي هم كتبوها، وقبل ما الاتنين جم قبضوا عليهم بتهمة التخليص على باتريشا وكمان إن هم أخفوها. بتحكي سامي وبتقول إن هي كانت مصدومة لأن هي عارفة وكل الوقت ده إن كريس كان بيساعدها، كريس كان بيحاول يوصل لها مامتها فين، وكريس هو اللي قال لها إن هي مختفية. فجأة يقولوا لها إن هم قبضوا عليه، إزاي وإمتى وفين حصل الكلام ده كله. دلوقتي أولوية الشرطة يعرفوا هل بات لسه عايشة ولا لأ، ولو مش عايشة هم حاطينها فين. عندهم 3 أماكن محتملة: بيت كريس، بيت بات، وبيت بوب. هنا بقى دوروا أول حاجة تفتيش جنائي كامل في بيت كريس، لقوا بقى الفلوس اللي قال عليها بوب فعلا ال10,000 جنيه استرليني. حاجة تانية غريبة لقوها، لقوا مجموعة من الكريسماس كارد أو كروت الكريسماس شكلها بالظبط زي الكارت اللي المفروض سو بعتته لباتريشا، ولما عدوها المفروض المجموعة دي كان فيها 10 ولكن ناقص منها 1. لما الشرطة حققوا معاه وقالوا له على فكرة احنا لما دخلنا بيتك لقينا مجموعة من الكروت دي، ممكن تشرح لنا ليه الكروت دي عندك؟ بص لهم وكده قال لهم انا ممكن ما اشرحلكوش لان انا ما كانش عندي اي فكرة اصلا ان هم موجودين في البيت. وانكر انكار تام اللي هو كتب الكارت ده، وكمان وافق ان هم يديهم عينة من خط ايده. نقطة الشك بقى اللي عندهم للبوليس الرسالتين اللي اتبعتوا لكريس من بات. أول واحدة يوم 18 ديسمبر لما قالت له إن هي اشترت التذاكر دي، التانية يوم 22 ديسمبر لما شكرته هو وبوب على التوصيلة. طبعا هم مش هيعرفوا أي حاجة عن الموضوع ده غير لما يحللوا أبراج الاتصالات جت منها الرسائل دي، وهنا بالظبط هيعرفوا امتى بعتت الرسائل دي، منين اتبعت الرسائل دي، والأهم من ده كله مين اللي بعت الرسائل دي. في اللحظة دي الشرطة كانت معاها شخصين، واحد بيقول إن هو نزل بات إن هو وصلوها، الشخص التاني بيقول إن هي أصلا ما شافهاش لباتريشا وما وصلهاش وما ركبتش مع العربية. لما قالوا له لكريس إن بوب قال إن هو ما شافهاش ومحدش فيهم وصلها، كريس اتفاجئ كده وقال إزاي هو اللي بيقول حاجة زي كده. وبحلول يوم التلات يوم 15 يناير هنا عدى 23 يوم على آخر مرة أي حد يعرف باتريشا فين، وهنا اتحول التحقيق لقضية تخليص على حد من غير الجتة بتاعته. مش عايزة أقول الكلام علشان اليوتيوب ممكن اللي هو يعني يأثر على الفيديو بسبب الكلمة أو الكلام اللي أنا هقوله ده. هنا البوليس قرروا إن هم يفتشوا كمان هاوس. المشكلة بقى عندهم إن هو كان 5 فدان، يعني منطقة كبيرة جدا ومنطقة زراعية كتير، ولكن لما ساعتها جابوا الكلاب اكتشفوا إن في حفر حاصل فترة قريبة في المنطقة دي. طبعا جابوا الخيم الجنائية وابتدوا بقى إن هم يحفروا واحدة على واحدة في المكان اللي شكله لسه محفور جديد. وهنا ابتدت عملية بقى الحفر، واكتشفوا إنه في بير صرف محطوط ومبني في الحفرة الجديدة دي. طبعا هم عايزين يحفروا واحدة واحدة بالراحة جدا، فكانوا بيحفروا بمنطقة التناوب أو بأسلوب التناوب 15 سنتي ويستنوا ويشوفوا و15 سنتي، لأن شكلها التربة دي ما عادتش كتير جدا إنها تقعد، فمعناه إن هي محفورة من قريب.
وهنا المحققين ابتدوا إن هم يزوروا أصحاب وجيرانها البات علشان يشوفوا آخر مرة كلموها أو شافوها حصل حاجة غريبة أو أي كلام غريب منها ولا لأ. طبعا لما راحوا وكلموا مع الزوجين اللي ساكنين قريب من باتريشا قالوا لهم إن باتريشا روتينية جدا، كل يوم الساعة 9 بالليل النور بالدقيقة بيتفتح في أوضتها وبتقعد شوية ساعة بعد كده بتقفل. بس يوم 22 ديسمبر النور ما اتفتحش للأسف في أوضة باتريشا. والأغرب من ده كله إن كريس كان بيحفر في الجنينة اللي أصلا باتريشا كانت مهتمة بيها جدا. مساحة الفدان دي كانت مهتمة إنها تزرعها وإنها تهتم بيها، وإنه غريب إن كريس كان عمال يحفر فيها والدنيا كانت أصلا ضلمة. وبما إنه باتريشا كانت دقيقة جدا عمرها ما كانت هتسمح له لكريس إن هو يحفرها ويبهدل لها الجنينة بالأسلوب ده. هنا ابتدت بقى القصة بتاعت كريس تنهار قدام الشرطة. يوم 22 ديسمبر آخر مرة لما واحدة صاحبتها شافتها لاحظت إن هي باتريشا زعلانة جدا وشكلها كده يعني غريب. وكمان كريس كان عمال يقول لها يلا بسرعة يلا بسرعة. لما سألتها في إيه قالت لها مفيش أي حاجة، هو بس ضائقة مادية وضائقة مالية وهي هتحلها. ودي كانت آخر مرة أي حد غير كريس هيشوف فيها باتريشا عايشة. بيحكي الضابط وبيقول إن عملية الحفر كانت بطيئة جدا ومؤلمة قوي، وإن هم قعدوا 5 أيام كاملين من الأسبوع يحفروا، لدرجة إن هم بطلوا أول لما الظروف والأحوال الجوية بقت صعبة جدا إن هم يحفروا، لأن الموضوع شكله جدا مطول. ولكن ما كانوش يعرفوا إن هم قربوا إن هم يوصلوا لمكان باتريشا. وهنا عدى بالظبط 30 يوم من آخر مرة أي حد يشوف فيه باتريشا. جات له فجأة لمحقق البوليس إن هم بعد ما حفروا 50 طن تراب، انتوا متخيلين 50 طن، اكتشفوا إن في أكياس زبالة محطوطة. البوليس كان أصلا في المرحلة دي مش هيكمل حفر، ولكن قرروا إن هم يشوفوا هيوصلوا لحد فين من المنطقة المحفورة جديد. بعد 50 طن من الحفر اكتشفوا إن في أكياس بلاستيك، وهنا كان في شخص قاعد في وضع الجلوس وملفوف عليه بأكياس البلاستيك دي. طبعا هنا ارتاح البوليس إن هو عرف مكان باتريشا، ولكن للأسف البوليس كان عشمان كده في قرارة نفسه أو المحقق إن هو يلاقيها عايشة. هنا وصل لها لسان الخبر وأكدوا لها إن هم لقوا مامتها، ولكن للأسف ما كانتش عايشة. لما طلعوها وقرروا إن هم يشرحوا بقى إيه اللي حصل لها اكتشفوا إن هي اتضربت بأداة حادة كبيرة وكذا مرة على دماغها. ولما حققوا أكتر اكتشفوا إن هي أصلا في اللبس بتاعها كانت لابسة جزمة المطر، ده معناه إن هي كانت واقفة في الجنينة وعمالة بتهتم بيها بالليل. هنا اللي هجم عليها من وراها لأن كان في ضربة كبيرة جدا من وراها. وبعدها اللي بان انها ما خلصتش عليها لان كان في جرح دفاعي كبير جدا ان هي لفت وحاولت تدافع عن نفسها، ولكن الشخص ده قرر ان هو يكمل وبعد كده جرها ووقعها في الحفرة دي. طبعا لما البوليس بص في كل الأدلة كان مكتشف ومتأكد إن كريس هو اللي عمل كده، هو اللي بعت الرسالة وهو كمان اللي بعت الكريسماس كارد. هنا بقى ابتدوا إن هم يدوروا في الكمبيوتر والحاجات اللي موجودة في البيت عشان يشوفوا باتريشا فعلا دورت على الأماكن القطر دي والوقت اللي بتسافر فيه ولا لأ. اكتشفوا إن يوم 18 ديسمبر الساعة 10:30 الصبح تم البحث عن أماكن القطارات اللي هتسافر. في الوقت ده لما حققوا اكتشفوا إن أصلا باتريشا الساعة 8:30 الصبح كانت موجودة عند الدكتور وعمالة بتنظف عندهم، فإنها تبقى مدورة على المكان ده في البيت وإنه تبقى بتنظف في نفس الوقت استحالة تبقى هي اللي دورت وهي اللي كانت عملت بحث أو السيرش ده على أوقات سفر القطارات. طبعا لما عملوا مقابلات مع كل أهلها لباتريشا كان في شكوك كده كتير حوالين علاقتها هي وكريس، واللي بيقولوه إن بات كانت كتومة جدا عن حياتها في البيت وكانت بتعرفك بس اللي هي عايزة تقوله لك، وكمان بتتضايق جدا لما أي حد من الناس بيلمح إن علاقتها هي وكريس أكتر من علاقة شغل، وهي كانت دايما بتقول لهم إن هم علاقتهم أخ وأخت. لما دورت المباحث بقى في المذكرات بتاعتها كانوا شايفين إن هي دايما بتقول أو بتذكر كريس بسي جي في المذكرات. ولما دوروا أكتر عشان يشوفوا إيه اللي حصل في حياتها لقوا إن المذكرات بتاعت سنة 2011 و2012 مختفيين. وللأسف لو كان البوليس لقاها كانوا هيعرفوا إيه اللي حصل وإيه اللي أدى إن علاقة كريس وباتريشا توصل للنهاية دي. ومن سجلات الشرطة القديمة اكتشفوا إن في سنة 2007 جات مكالمة للبوليس في الكريسماس. كريس كان عمال بيضايق جدا وبيقول لهم يا جماعة الحقوني أنا ضربتها لشريكتي تعالوا بسرعة. وفي نفس الوقت ده لما راحوا باتريشا قالت لهم لا يا جماعة دي بسيطة جدا وعدينا الموضوع. في المذكرات لقوا إن هي كمان قالت إن كان في ضربة تانية جات منه وإن الضربة التالتة مش هتسمح إن هو يأذيها بقى المرة دي، وبتقول إن الخناقة كلها كانت بسبب اتفاق قديم. ومع الوقت يا جماعة اكتشفوا إن الاتفاق القديم ما بينهم
إن هو المفروض كريس كان يسيب مراته وأولاده اللي هم أصلا كان قايل إن هم ميتين، ولكن يا جماعة طلعوا عايشين، ويروح يعيش معاها الباتريشا، وإن هم يعيشوا حياتهم. وهي في الوقت ده ساعتها كتبت له نص أملاكها لو حصل لها أي حاجة. في الوقت ده سألوه لكريس: هل حصل ما بينكم قبل كده أنت وباتريشا خناقة؟ وهل أنت ضربتها قبل كده؟ بيقول آه. في الوقت ده اكتشفت بقى إن بنتها سام إن في الوقت ده أمها بعتتها عنها. أمها قررت إنها تقطع الوصامة بينها وإنها تقضي حياتها مع كريس. من فحص بقى سجلات التليفون بتاعت كريس اكتشفوا إن مش كريس بيخون مراته وأولاده، إن هم عايشين، إن هو أصلا قايل للناس كلهم إن هم ميتين مع باتريشا. لا، ده هو كان بيخون مراته وباتريشا مع ستات تانية. انتوا متخيلين؟ هو بقى كان دون جوان، راجل كده حبيب وعنده علاقات كتيرة جدا مع ستات كتيرة. اكتشفوا كمان ان هو بالرغم ان هو متجوز كان على علاقة ب4 تانيين. يعني لاقي الوقت والطاقة اصلا ازاي؟ لما سألوه: هل انت كنت بتخون مراتك وباتريشا؟ يعني انت بتخون مراتك والست اللي انت بتخون مراتك معاها بتخونها كمان؟ قال لهم: لا يا جماعة، دول كانوا اصحاب. قالوا لهم: طب الاصحاب دول حصل ما بينكم تجاوزات او حاجة؟ قال لهم: اه، يعني friends with benefit، يعني احنا اصحاب بتجاوزات كده، يعني اي حد عايز اي حاجة تاني من التاني بيعملها معاه. وعشان اصلا يهرب من عيلته ويبقى موجود مع كل الستات دي كان لازم كل يوم يروح العيادة وياخد حقنة، وان هو عنده حالة مرضية يا عيني جدا بتستدعي ان هو كل يوم يروح المستشفى، وهو ولا عنده حالة مرضية ولا بيروح عيادة ولا بيعمل ده كله، وكان ده كله بيضحك على الستات كلهم على بعض. هنا بقى الشرطة ركزت مع واحدة من الستات اللي هو كان يعرفها، اسمها جينيفر كريزي. جينيفر كريزي دي يا جماعة اكتشفوا ان هي ساكنة قريبة منهم، وكمان كانت علاقة اون اند اوف مع كريس لمدة 30 سنة. انتوا متخيلين؟ هنا الشرطة كانت متأكدة إن كارت الكريسماس ده هو اللي بعته كريس، وهنا قرروا إن هم ياخدوا عينة خط من كل الستات اللي يعرفهم كريس. وهنا قالت لهم جينيفر: انتوا قصدكم على كارت الكريسماس؟ اه، انا اللي كتبته. كريس قال لي اكتب ايه في الكارت ده. اصلا في الوقت ده اكتشفوا ان كريس كلم ابنه الكبير وقال له ان هو يجيب له كروت الكريسماس دي، لان هو كان عايز يوزع فلوس خيريه لجمعيات كتير. وللاسف عشان خلاص خلصت اصلا الزينه بتاعت الكريسماس، وهو لقى ان ابنه عنده الكروت دي في البدروم، قرر ان هو يديها له. عايزه اقول لكم يا جماعه ان كريس بعد ما سمع رساله الدكتور ان هو المفروض هي كانت ترجع يوم 3، قرر ان هو يوم 6 يناير ان هو يخلي جينيفر تكتب الخط ده. في الوقت ده اتقبض كمان على جينيفر بتهمة تضليل العدالة والمساعدة في الجريمة. جه بقى دليل تاني من الأبراج لما حللوا الرسالتين اللي جم يوم 18 ويوم 22. المفروض بقى إن باتريشا بعتاهم من محطة القطر. لما حللوها أكتر اكتشفوا إن الرسالتين جاية من نفس التليفون، وإن كريس بعتهم من أكمان هاوس من جوه البيت، وهو كان معاه الموبايلين ساعتها وعمال يبعت الرسايل لبعض. هنا الشرطة معاها الدليل، ولكن للأسف مش معاها الدافع. هو إيه؟ أصلا الشرطة عرفت من واحدة من عشيقاته لكريس إن هو كان مفهمها إن هو هيشتري قصر كبير، إن هو معاه فلوس كتير جدا. طبعا هنا قرروا يبحثوا بقى في الفلوس بتاعت كريس وكمان بتاعت باتريشا. طبعا هم عارفين إن أكمان هاوس كان بيت أصلا بتاع كريس وباتريشا اشتريته منه، وعرفوا كمان إن في سنة 2007 2008 غيرت الوصية بتاعتها وقالت إنه لو حصل لها أي حاجة، لو ماتت، هو هيورث ده كله. هنا المفروض لو كريس ورث البيت كان هيبقى ب 600 ألف جنيه استرليني. كمان المدخرات بتاعتها كانت 180 ل 200 ألف جنيه استرليني. ولكن في الوقت ده اكتشفوا إن باتريشا كانت عمالة بتدور لبيوت، وكانت عمالة تدور على عقارات، وما كانتش بتكلم أي حد، ومش عايزة إن كريس يعرف. قالت لهم كمان إن هي كانت بتدور على بيت في حدود 180 ألف جنيه. ولما تواصلت مع الأماكن إن هي هتشتري منهم، كانت مصرة إن مفيش أي حد يكلمها على تليفوناتها، وإن هم يتواصلوا معاها فقط بالبريد. وما كانتش عايزة كريس يعرف إن هي هتمشي وتسيبه وتاخد الفلوس اللي هي أصلا يا جماعة بتاعتها. هنا ده كله دي أدلة ظرفية، ولكن ما عندهمش الدليل القاطع اللي يخلي كل الناس اللي مش مصدقة الكريس الجميل الجار الطيب الراجل الكويس اللي بيساعد البنت إنها تلاقي أمها اللي عنده 63 سنة إن هو يعمل كده. ولما دوروا كويس في الشنطة اللي لقوها في عربية كريس، لقوا يا جماعة حاجة كده، قصاصات ورق زي لستة: هيعمل ايه يوم 22 ديسمبر، هيعمل ايه يوم 12 ديسمبر، هيعمل ايه يوم 18 ديسمبر، هيعمل ايه يوم 7 يناير، هيعمل ايه كمان يوم 12 يناير. انتوا متخيلين؟ وكل واحدة جنبها تشيك ليست كده مربع وعليه علامة صح. ده دليل قاطع اللي هو خطط ازاي، وخطط ايه يتقال، وخطط حتى يعمل ايه امتى لحد ما اتقبض عليه. انتوا متخيلين ان هو ادى للبوليس الدليل بتاعه
أو هو كان كاتب الدليل بتاعه وحطه في عربيته كده كهدية للبوليس. كريس كان فاكر إن الكريسماس اللي هو هيقعد فيه أسبوعين أجازة كلهم مدينه فرصة، ولكن هو عمل غلطات كتيرة جدا بوظ الخطة المثالية اللي هو كان عاملها. وفي يوم 30 سبتمبر سنة 2012 هنا بدأت المحاكمة. كريس أنكر أصلا التهم اللي عليه وكمان جينيفر، ولكن بوب خدها من قصرها وقال لهم يا جماعة أنا اعترف بذنبي وما حضرش أصلا المحاكمة. هنا عايزة أقول لكم حاجة، كريس أصلا عمل حاجات وحشة جدا. كذب وقال إن باتريشيا عندها ديمنشيا، عندها خرف، لما قال إن هي سابت العربية وراحت بالعربية ورجعت بالأتوبيس، هو اللي كان مؤلف القصة دي. لما كلم كمان سام قال لها إن مامتك مش موجودة وإنها شكلها سافرت، وكلمتها لمامتها قالت لها إن أنت في البيت، كان بيعمل ده كله، بيخطط ده كله إن هو يقول للعالم إن باتريشيا لما راحت كان بإرادتها، وإنها لما كانتش عايزة ترجع كانت بإرادتها، وكان مخطط يبين للعالم كله إن هو شخص بريء، شخص ما عندوش أي زوجة ولا أطفال ولا أي حد، وفقد الشريكة بتاعته في الشغل لأنها كانت مريضة. تخيلوا الصدمة أصلا الكبرى إن هو لما قالوا له إن هم لقوا باتريشيا، قال لهم يا جماعة عايزة أقول لكم وأعترف لكم إن هي اللي قالت لي أقول لكم كده، هي اللي قالت إن أنا أقول ده كله. قالوا له يا راجل إحنا لقيناها، إحنا شفنا المكان المحفور فيه ولقيناها للست خلاص. يا جماعة يعني خلاص ما دام لقيتوها يبقى مش هتكلم، مش عايزة أتكلم، أنا مش عايزة أتكلم مع حد، زي الطفل تماما. وفي 25 أكتوبر 2013 هنا خلصت المحاكمة. بوب تافت اتحكم عليه ب10 شهور في السجن بسبب عرقلة القانون، وكمان معه 14 يوم علشان معاه ذخيرة مش مسجلة اللي لبسوا أصلا فيهم كريس. جينيفر كريزي اتحكم عليها ب6 شهور بسبب عرقلة القانون. كريس سيمونز بعد 4 ساعات مداومة وتحقيق وكلام اكتشفوا يا جماعة إن هو مذنب، وحكموا عليه حكم مؤبد بأقل مدة 28 سنة. بتحكي سما بتقول إن هو كويس إن ال12 محلفين لقوا إن هو فعلا مذنب، لأنه أخدوا منها أمها ومن أحفادها أخدوا منهم جدتهم، وكمان هو خطته أصلا إن هو كان عايز ياخد الفلوس ويرجع البيت اللي هو أصلا كان بايعه واخد فلوسه لنفسه تاني. وبكده خلصت قضية النهاردة. سبحان الله من سخرية القدر يا جماعة، هو خفى المذكرات بتاعت 2012 و2011 اللي كانت أصلا هتبين إيه اللي حصل وإيه اللي أدى للنهاية دي، ولكن ما كانش يعرف إن اللي هو مخبيه حاجة، والتفاصيل اللي هو كاتبها والحاجات اللي هو مخطط لها هي هتبقى السبب إن هو يتقبض عليه أصلا، وهي هتبقى الدليل النهائي اللي هو النيل إن هيز كوفن، يعني آخر مسمار في التابوت بتاعه. ده علمنا إنه أكتر ناس وأكتر حد قريب لينا، أكتر شخص أنت شايف إن أنت هتثق فيه، ممكن فعلا تيجي الضربة منه، في طمع، في جشع، في إنه أنت مهما بينت للشخص ده إن ده كويس، ممكن الشخص ده يبقى باصص في اللقمة بتاعتك بالرغم إن أنت بتساعده، بالرغم إنه أنت مبين له إن أنا هعمل لك كل حاجة. ولكن ساعات عارفين يا جماعة اللي هو الكحكة في بق اليتيم عجبة، مثل يعني إن هو يبقى معاه، يبقى عنده، ويبص للي معاك أنت بالرغم إنه هو مش محتاج. ده بيحصل كتير جدا في كل يوم. الجشع والطمع من أقرب الناس ليك، من أكتر حد أنت عارف إن أنت واثق فيه، هتيجي منه الخيانة دي. شخص أنت مأمن له، شخص أنت بتحبه، شخص أنت بتعمل له كل حاجة. للأسف الموضوع ده فعلا حقيقي، مش فقط قضايا وخلاص، مش فقط مواقف بس بنشوفها، مش فقط حاجة كده بتعدي، لا فعلا لو فكرنا في مواقف قديمة، في حاجات حصلت في حياتنا، هنلاقي الشخص اللي عامل زي الكريس ده، الشخص اللي باصص في اللي عندنا. وأراهنكم إنه كلنا في حياتنا دلوقتي عندنا الشخص اللي باصص في الحاجة اللي في حياتنا، بالرغم إن هو ممكن يكون عنده، ولكن الموضوع مش بيمشي كده اللي هو أنا عندي، لأ، هو بيبص للي في إيدك، اللي هي الكحكة في إيد اليتيم عجبها، الكحكة بس اللي في إيدك دي اللي هو شايف إن هي لو هو امتلكها هيبقى هو مبسوط بيها. أتمنى من الله إن ربنا يبعدنا عن الناس دي، أتمنى من الله إن إحنا نبقى كلنا عندنا القدر من المعرفة بالأشخاص اللي عندنا، والقدر من يعني الثقة إنه فعلا ربنا ما يوقعناش في ناس وحشين. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.